كان يا مكان في زمان من الأزمان وفي عهد من العهود اللي ما بقات غير في الحكايات. كان واحد الشاب سميتو عمار ولد الجواد وفخر الرجال. عمار اللي ما كان عنده غير وجه الله وقلب صافي، ما ورث لا أرض لا مشية، حيت باه الله يرحمه مشى لدار البقاء وما خلى ليه من الدنيا غير اسمه الطيب. كبر عمار وهو كيسمع كلام الرجال، اللي ما عنده سند بعمالو يسند راسو، فشد على هاد الحكمة وقال في سرو ما غاديش نطلب من حتى واحد، واللي يعطاه الله مرحبا به. بدا من تحت الصفر كيقلب على اي خدمة، يحمل ويبيع ويشري ويعاون، حتى ولات يدو معمرة ووجهه من العرق يلمع كيف الفضة. مشات ايام وجات ايام والناس ولات كتقول شوفوا ولد فلان كان ما عنده والو، واليوم ولا تاجر من تجار السوق الكبير. بدل عمار ثيابه المرقعة بالقشابية الزوينة، وبدل خبزات الشعير بالخبز الابيض، لكن قلبه بقى كيما هو، ما تكبرش ولا نسى الصحاب القدام. كان عند عمار بنت عمو سميتها صفية ما كانتش بحال اي وحده. هاد البنت كانت لاله من صغرها، جمالها كيضوي بحال القمر، وعقلها كيوزن 1000 رجل، واللي يهضر معاها يقول هادي تربت على يد ناس شرفاء. وكانت فيها خصلة ماشي عند الجميع، من وهي صغيرة وهي كتفضل تعطي على ما تاخد، كتعاون الضعيف وتحن على اليتيم، وصوتها ما يطلعش إلا بالخير. وكانت القبيلة كاملة كتحترمها، الكبير قبل الصغير، حتى العيالات كانوا كيتمناو بناتهم يكونوا بحالها. وكانت صفية من وهي صغيرة مشهورة بخصلة ماشي عند كل بنات حواء، اللي هي الوفاء. هاد الوفاء كان هو تاجها واللي ميزها على باقي العيالات في القبيلة. كانت إذا وعدات وفات، وإلى حبات صادقات، وإلى صاحبات حفظت السر وما خانت. والناس كانوا كيهضروا عليها في الخيم وفي الأسواق والمواسم، ويقولوا صفية بنت فلان بنت الأصل ما تبدلها كنوز الدنيا. مشات ايام وجات ايام، وعمار اللي كان في يوم من الايام ولد يتيم وفقير ولا اليوم تاجر كبير عنده راس مالو تجارته، وبدا كيشوف في حياته وكيقول في سره دار بلا مرة ما تعمر، والبيت بلا حنان ما يسوى. وبحث عمار بين البنات، شاف زينة الوجوه وسمع عن حسن الاخلاق، لكن قلبه ما ارتاح الا الوحده، بنت عمو صفيه. كان عارفها من صغرها، عارف تربيتها وشايف مواقفها، وعارف أن الوفاء اللي فيها أغلى من الذهب. وفي نهار مبارك مشى عند عمو وطلبها، وما كان من العم إلا الفرح والرضا. زفت صفية العمار وسط دعوات الخير والزغاريد نسى. اجتمع الوفاء مع الشهامة، واجتمع الحنان مع العقل، وصارت حكايتهم حديث القبيلة، مثال يروى للناس كيف التقى ولد الأصول ببنت الأصول، وكيف عمرو دارهم على أساس المحبة والصدق. ومن بعد ما جمعهم الله في بيت واحد وحط بيناتهم المحبة والمودة، عاش عمار وصفية في ناعم كيتمناه أي واحد. كانوا بحال جوج غصون من شجرة وحدة، لا ريح تقدر تفرقهم ولا عاصفة تزعزعهم. عمار كان كيخرج كل صباح للسوق الكبير، لباسو نقي وجهه في عزيمة الرجال، كيمشي بين الحوانت كيبيع ويشري، يساوم بحكمة ويحافظ على سمعته كتاجر نازيه. وعند وقت الغدا كيرجع للدار وكيلقى صفية واقفة في الباب، لابسة ثوب نظيف ووجهها منور بابتسامة تفرح القلب قبل العين. ديك الابتسامة يا سيادي كانت كافية تمحي من قلبه تعب الصباح وتغسل عنه هم التجارة. كيجلسوا مع بعضياتهم كياكلوا الخبز والخضرة ولا اللحم ولا حتى العدس، المهم القلوب عامرة بالرضا. وفي العشاء كيرجع عمار مرة أخرى حامل بيدو ما قسم الله من الربح. كتلاقيه صفية بنفس الحفاوة وتجلس في جنبه تقبل تسمع أخباره وتدعي ليه بالبركة. وهكذا دازت الأيام
في الهنا والسكينة، حتى صار الناس يضربوا بيهم المثال. لكن يا حسرة، الدنيا ما كتخلي حتى واحد يكمل فرحته. الزمان غدار والحال ما يدوم. مع مرور الأيام بدا عمار كيلاحظ أن السوق ما بقاش كما كانت، والزبائن قلوا والأرباح نقصات. كان يجي بالليل ويجلس وكيفكر كيفاش غادي ندير، فالقوت ما يكفي والبيت محتاج والحال ما يسرش. وفي واحد الليلة وهو كيحط راسو على المخدة قال صفية: صفية، أنا ما نقدرش نشوفك محتاجة ونقعد نتفرج. السوق في هاد المدينة ولات خاوية، ولازم نجرب حظنا في مدينة أخرى. يمكن الله يفتح علينا بالرزق والواسع ونرجعوا بحال الأول ولا أحسن. وملي سمعت صفية كلام راجلها وعرفت أنه ناوي يرحل على المدينة باش يلتمس الرزق في بلاد أخرى، هزها الحزن من قلبها. دموعها تجمعات في عيونها، ماشي لأنها ما بغاتوش يمشي، ولكن لأنها كانت متعودة على خطاه وهو راجع للدار، وعلى صوته كيحييها من عتبة الباب، وعلى جلساتهم تحت ضوء القنديل وقت العشاء. لكن صفية يا سيادي كانت مرأة عاقلة ما تخلي العاطفة تغلب على الحكمة. جلست بوحدها كتفكر وقالت في سرها: إذا بقى هنا والسوق خاوي غادي يضيع رزقنا ونضيعو معاه، والصبر على الفرق أهون من الصبر على الجوع. شدت همتها وقامت لراجلها واحتضنته حضن طويل فيه دفء المحبة وصدق الوفاء، وقالت لي بصوت ثابت: يا عمار، سير على بركة الله، ودارك غادي تبقى عامرة ومالك محفوظ وعرضك مصون، وما غاديش نفتح الباب لحد، لا قريب ولا بعيد، إلا في الحاجة والضرورة، وحتى يرجع مول الدار سالم غانم. هز عمار راسو هو متأثر، وعرف في ديك اللحظة أن الزوجة الوفية بحال صفية ما تعوضش، وأنه حتى لو بعد عليها قلبه وروحه غادي يبقاو معاها في كل لحظة. وفي صباح الله بعد ما توضى عمار وصلى صلاته، قام يهيئ رحلته وحملها صناديق البضائع، أقمشة منسوجة بخيوط حرير وعطور فواحة وحبوب وزيوت، وكل ما يفتح الله به باب رزق. صفية كانت واقفة حدا الباب كتراقب كل حركة بعين دامعة، لكنها ما بكاتش بصوت باش ما تزيدش على قلبه ثقل الفراق. شد عمار اللي جا من ناقته، وقبل ما يركب رجع عند صفية، شد يديها وقال: دعواتك وفية، فهي الزاد اللي ما ينقص. ابتسمت صفية وقالت: سير والله يرعاك ويزيد رزقك ويستر طريقك، وما تخافش بيتك محفوظ حتى ترجع. انطلق عمار والناخل مور ظهره يتلاشى شوية بشوية حتى دخل في عمق الصحراء، حيث الرمال تمتد بلا نهاية والريح تغني ألحانها في ودنيه. كان كيتمشى في نهار تحت الشمس لاهبة، وكيسترح في الليل تحت سماء مرصعة بالنجوم. ما كيونسو إلا صهيل ناقته وخطواتها فوق الرمال. مشات أيام وليالي حتى بان ليه في الأفق سور عظيم وأبراج عالية، فعرف أنه وصل إلى مدينة مشهورة بأسواقها. دخل من بابها الكبير وشاف الناس كنمل، كل واحد مشغول بحاله. الباعة كيعيطوا واللي كيشريو كيساوموا، وأصوات الروائح البهارات وألوان البضائع كتغري كل عين. لكن ما كانش السوق كما تخيلوا. كان فيه واحد التاجر غريب الهيبة، طويل القامة وبشرته سوداء بحال الليل. كيقولوا باللي كان عبد وعتقو سيدو. وهذا الراجل ما اكتفاش بالحرية، بل دخل عالم التجارة وعرف كيفاش يربح، حتى ولا من أغنى أغنياء السوق. الناس ما كانوش كيعيطوا ليه بسميتو، كان لقب ديالو اللي اشتهر به هو التاجر الأسود. ومع الأيام استغل هاد التاجر ذكاءه وحيلته باش يحتكر على التجار.
ما كانش يرضى بشي حد ينافسه. وكل تاجر غريب كيجي للمدينة كان كيلتقيه بابتسامة ماكرة وكيعرض عليه تحدي غريب: إلا قدرتي تحل فوازيري تبيع وتشري كيما تشاء، وإلا ما قدرتيش تسلمني كل بضاعتك. وكانت فوازير يا سيادي ما هي فوازير عادية، أسئلة ملوية كتحتاج عقل حاد وصبر طويل. وبزاف ديال التجار الغرباء كانوا كيطيحوا في فخو كيخسروا، كيرجعوا لبلادهم خاويين الفواط. وعمار ما كانش عارف بأن القدر كاتب ليه يتلاقى بهذا التاجر، وأن رحلته هذه ما غاديش تكون تجارة عادية، بل مغامرة تختبر عقله وجرأته وربما تغير مجرى حياته. من بعد ما دخل عمار للسوق الكبير وهو جاي على ناقته محملة بالصناديق والسلع، شافوا التاجر الكحل اللي كان سيد السوق. كان جالس في مصطبة عالية لابس جلابة فاخرة، وحواليه الخدم والحراس واقفين بحال الجبال، سيوفهم لامعة تحت الشمس ديال النهار. رفع التاجر الكحل عينيه وشاف عمار، وابتسامة فيها ماكر رسمت على وجهه. أشير للحراس وبلمحة وحدة منه فهموا الأمر، مشاو سدوا الطريق قدام عمار. واحد من الحراس تقدم وقال بصوت عالي كيهز السوق كامل: وقف يا الغريب، هاد السوق ديال مولانا وما كيدخلوش يتاجروا فيه غير اللي عنده إذن. عمار اللي كان قلبه ما يعرف لا خوف لا رهبة مسح العرق من جبينه وقال بهدوء: السلام على من تبع طريق الحق، أنا ما جيت لا سرقة لا حرام، هادي بضاعتي وبغيت نبيع ونشري. تاجر الكحل من اللي سمع كلامه نهض من بلاصتو وهبط السلالم بخطوات ثقيلة حتى وصل قدامه. كان طويل وعريض الكتاف وعينيه صافية، لكن فيها لمعان ديال اللي يحسبها بالميزان قبل ما يهضر. قال بصوت عميق: باش تدخل هاد السوق خاصك تدوز من شرطي، هنا البيع والشراء ماشي لأي واحد، كل غريب كيدخل هاد الارض خاصو يدوز امتحان العقل قبل التجارة. عمار اللي شد فيه بعينيه وسولو: وشنو هو هاد الامتحان؟ تاجر الكحل اللي تبسم ابتسامة فيها تحدي وقال بصوت عالي: غادي نسولك 3 أسئلة، إلا جاوبتي عليهم كاملين غادي نخليك التاجر على خاطرك، أما إلا غلطتي في جواب واحد وما لقيتيش غادي نديه منك كل بضاعتك وترجع لبلادك خاوي اليدين. الناس اللي بدات كتهمس وكل واحد كيهضر على القصص ديال التجار اللي طاحوا في الفخ ديالو. شي واحد غمز العمار باش ينسحب، وشي وحدين حركوا راسهم بحال اللي كيقولوا الله يعاونو. ولكن عمار ولد الصحراء اللي تعلم يصبر على الجوع والعطش ما رجعش اللور. شاف التاجر الكحل بعينين قوية وقال: أنا ولد راجل علمني أن التاجر ما يخافش من السوق، والراجل ما يهربش من كلمة الحق. سل أسئلتك والله المعين. ضحك التاجر الكحل ضحكة قصيرة وقال: ايوا وجد راسك، السؤال الأول غادي يدوخك، والثاني غادي يختبر صبرك، والثالث يمكن يكون سبب خسارتك. وكان عمار يا سيادي فطين وذكي بحال إلا ما ترباش غير بين الرمال والنخل. السؤال الأول كان بحال اللغز، والسؤال الثاني أعقد منه، ولكن عمار قراهم ككتاب مفتوح، والذكاء ديالو كان كيتلو بالبساطة وحكمة الرجال اللي ما عمرهم استسلموا. ومنين جا السؤال الثالث بدا التاجر الأسود كيتقلب وجهه، وكانت نظرة القلق بدات كتظهر عليه. بقى هو والتاجر ديال السوق واقفين قدام بعضياتهم، والصمت طال بين الناس اللي تجمعوا كيشوفوا فين غادي يوصل التحدي. قال التاجر الكحل بصوت مملوء بالغموض: قل لي يا عمار، اشنو هي المخلوقة اللي ما كتخلاش من اي بلاد في هاد الدنيا كلها وما عندها الشبيه في بلاد الدنيا؟ وقف عمار للحظة، عينيه طارت في السماء الصافية وبدا كيفكر، والريحة الخفيفة كتداعب شعره، وصوت النخل كيتراقص مع صدى السؤال في الهواء. كان تحير ما عرفش الجواب من الأول،
ولكن من بعد شوية رفع راسو قال بثقة: راني عارف الجواب. التاجر الأسود تعجب بزاف وقال لي: إيوا قول لي شنو هو باش نتأكد من ذكائك. ابتسم عمار وقال: المخلوقة اللي ما كتخلاش من أي بلاد في الدنيا واللي ما عندها الشبيه هي الشمس. الشمس اللي كتشرق على كل بلاد، ما كاينش بلاد في الدنيا ما كتضويهاش، وما كاينش شي حاجة كتقدر تشبهها. أسكت التاجر الأسود شوية وعيونه كيدوروا في جهة كأنه كيحسب الحسابات، ومن بعد قال: فعلا الجواب ذكي وعاقد، تستاهل نعاونك. مع أنني خسرت التحدي معك، غادي نرحب بك في دارنا ونسمع منك سبب قدومك لهاد المدينة. وهكا رجع عمار من مجرد تاجر عادي لراجل محترم عند أهل السوق، وبدات الحكاية جديدة مع التاجر الأسود في بيته الكبير اللي فيه الأسرار والقصص. مشى معاه عمار وهو كيتبعو بخطوات وسط الأزقة الضيقة للسوق، حتى وصلوا لدار الكبيرة ديال التاجر، دار معمرة بزخارف عتيقة، والأبواب فيها نقارات الحرف اليدوية، والأرض مزينة بالزرابي. دخلوا للدار والتاجر الكحل جلس قدام عمار في كرسي خشبي قديم ولكن مريح، وجاب ليه من كل صنف ومن كل شكل أطيب المأكولات. كانت الطواجن معمرة بالدهن واللحم، والخبز طازج، والتمر مسكر، والماء في أكواب الفخار. بعد ما شبع عمار وروى ظمأه، بدا التاجر الأسود كيحكي بهدوء وقال: سي عمار، قول لي يا بطل، اشنو السبب اللي خلاك ترك دارك وقبيلتك وجيتي لهاد السوق اللي معروف بصعوبته؟ تنفس عمار بعمق وعيونه فيهم حزن الماضي، وقال بصوت فيه صدى الأيام: في سوق قبيلتي اللي تربيت فيها صارت أمور ما كانش على خاطري. تجارة تما ما بقاتش كتجيب لي الخير، وتركت ورايا زوجتي الوفية اللي عمرها ما غدرات الدار، وقيل من الناس اللي عرفوها غير بالوفاء والسمعة الطيبة اللي عندها. وجيت لهاد المدينة نقلب على رزقي ونرجع نعمر الدار ديالي بالخير. ضحك التاجر الكحل ضحكة فيها مزيج ديال السخرية وقال ليه: واش كتقول يا سي عمار؟ كتقول عندك زوجة وفية في دارك؟ شاف فيه عمار باستغراب وقال: ايوا، وعلاش كتضحك على كلامي؟ التاجر الأسود وعيونه ما فيها غير الشر قال هو مازال كيضحك: يا سي عمار، والله حتى يستحيل تلقى مرا وفية في هاد الزمان. الزمان تبدل والقلوب تبدلات وما بقاتش نسى كيف كانوا. هز عمار كتافه وقال بهدوء في ثقة الرجال اللي عارفين معدن نساهم: هنا راك غلطان سيدي، يمكن انت كتظن هكا، لكن ربما هاد الظن جاك حيت ما عمرك جربتي وتزوجتي من وحده فيها الوفاء بصح. تاجر الكحل اللي قرب منه شويه وحط يديه على ركبته وقال: ايوا، قولي يا عمار، كيفاش تعرف ان المرأة اللي معاك وفية بصح؟ تنفس عمار بعمق وعينيه كيضويو فيهم الصدق وقال: الوفاء سيدي ما كيتباعش في الأسواق ولا كيتقاس بالمظاهر. الوفاء هو التقى، هو الصلاح، هو الخوف من الله قبل الخوف من العباد. المرأة الوفية كتخلي بيتها أمانة وتصون من راجلها وعرضه وتحفظ سره حتى من روحها. بقى التاجر الكحل كيشوف فيه وما بانش عليه اقتناع، بالعكس كان باين أنه مازال مشكك. ضرب بيدو على مسند الكرسي وقال بصوت فيه تحدي: كلامك زوين، لكن أنا ما كنت مشاش بالهضرة، أنا كنت مشى بالبرهان. وهو كيمسح على لحيته القصيرة وقال بنبرة كلها تحدي: إلا كنتي متيقن في مراتك وكتقول عليها وفية ليك، واش تقبل تدخل معايا في واحد التحدي جديد؟ عمار اللي هز حواجبه قال: وتحدياش هاد المرة؟ ابتسم التاجر الكحل ابتسامة فيها مكر وقال: أنا قادر نبين لك العكس ونوريك باللي ما كايناش مرا وفية في هاد الزمان، ونقدر نجيب لك حاجة من حوايج مراتك بيدي هادو.
شد عمار أنفاسه وعينيه تزاد فيهم الغضب وقال بصوت عالي: هادشي اللي كتقول ما يمكنش، ولا يمكن ليك دير هادشي. ضحك التاجر الكحل ضحكة خفيفة وقال: إلا كنتي متيقن هاد الدرجة، ايوا نديرو رهان، إلا جبت لك شي حاجة متيابها تولي جميع بضائعك ديالي أنا. أما إلا ما قدرتش، إيوا كل ما كنملك نصيبو يكون عندك. سكت عمار لحظة وهو كيتأمل العرض، ومن بعد قال بثقة: قبلت، لكن راه غادي تندم على هاد الظن. صافحوا بعضياتهم وتفرقوا على أساس أن التاجر الكحل غادي يسافر بنفسه لبلاد عمار باش ينفذ التحدي. شد التاجر الكحل رحالو وركب ناقته وقطع الفياني والويدان حتى وصل لبلادو، وفي الطريق كان كيسول الناس على دارو حتى دلوه عليها. وملي وقف قدام باب الدار لقى المنظر غريب، الباب مغطى بالغبار وعليه أثر الرياح بحال إلا ما تحلش من مدة طويلة، حتى الدقة ديالو على الخشب دارت صدى بحال بيت مهجور. قعد التاجر كحل أيام فوق أيام وهو قلبه عامر بالأماني، كيترقب اللحظة اللي يتفتح فيها الباب ويشوف مرات عمار. ولكن الدنيا دارت وما دار الباب، والشمس تشرق وتغيب وهو باقي على حاله جالس حدا الدار بحال الصخر ما كيتحرك، عينيه معلقين في الباب ونفسه كتحرق مع كل يوم يدوز. مشاو الايام وهو كيستنى حتى بدا الامل كيذوب من قلبه بحال الملح في الماء. قرب يطيح الرايه ويرجع لمدينته خاوي اليدين ويعترف قدام عمار بالهزيمه ويخسر كل ما جمع من مال وتجاره. وفي صباح واحد النهار والشمس كتوزع ذهبها على روس الناس، دازت من قدامه واحد المراه شارفه متكيه على عصاها، عينيها صغار ولكن فيهم لمعان ديال الخبث والتجربه. شافته جالس على عتبة الدار وثيابه عليها غبرة السفر، فحبست قدامه سولاتو بصوت مبحوح من كثرة السنين: اش بيك يا وليدي؟ قاعد قدام هاد الباب ايام طويلة، لا دخلتي ولا مشيتي، اش قصتك مع هاد الدار؟ رفع التاجر الكحل راسو وتنهد تنهيدة طويلة وحكى ليها الحكاية من اولها لاخرها، كيفاش راه مع عمار وكيفاش ما قدرش يلقى حتى طريقة باش يشوف مراته او ياخد منها شي حاجة. ضحكات الشارفة ضحكة قصيرة فيها مكر وقالت ليه: راه اللي بغى يوصل للشي ما يوقفش على بابه، خاصو يعرف منين يجيه، وانا نقدر نوصل لك اللي كتسعى ليه، نجيب لك من دار عمار ما تتمنى عينيك تشوف. ولكن هاد الشي ما يجيش بالساهل، خاص المقابل. شد التاجر الكحل عصاه وقرب ليها وقال: إلا كملتي المهمة وجبتي لي ما بغيت فلا كما بغيتي مما يسر العين. مشات ديك المرة الشارفة بخطاها البطيئة والعصا كتقرع على الأرض قرعات محسوبة حتى وقفت قدام دار عمار. وقفت شوية وشدت نفس عميق وبصوت فيه نبرة الشفقة والبؤس بدأت كتدق على الباب دقات متقطعة وكتقول: يا أهل الخير، يا اللي في قلوبكم الرحمة، أنا مسكينة ضعيفة لا حول ولا قوة، غلبتني الشمس بحرها ولسعني القيض بنارو، عطيوني ما يضلل راسي من هاد الهجير. صفية اللي كانت في وسط الدار سمعت الصوت وقلبها رق للمسكينة، هي ما كانش من النوع اللي سدودني على نداء المحتاج، لكن ما نساتش الوصية الثقيلة اللي خلاها ليها عمار قبل ما يسافر. وقفت صفية شوية كتفكر ومن بعد مشات للخزانة وجبدت واحد الوشاح كانت كتستعملو ملي كتخرج للضرورة، وشاح مزخرف بالخيوط الرقيقة غالي عندها، لكن الرحمة ما تعرفش غالي والرخيص. مشات حتى وصلت لحافة السطح ولوحت الوشاح من فوق وهي تقول: خدي هاد الشي يا خالتي، يضلك من الشمس ويقيك من حرها والله يجعل فيه البركة. الشارفة اللي شدت الوشاح بكل حذر وعينيها كيلمعوا من فرحة الانتصار وما ضيعتش وقت، مشات وهي تخبيه بين طايات ثوبها حتى وصلت للتاجر الكحل. قالت ليه وهي تسلم الوشاح: ها هو الشي اللي وعدتك بيه، ايوا ما نقص منه لا خيط ولا زاد عليه.
فرح التاجر الكحل فرحة ما توصف، وضحك حتى بانو سنانو، ومد ليها سرة عامرة بالدراهم وقال هادي جازاتك. ومن غير ما يضيع لحظة شد رحال وراجع للمدينة، والفرحة كتسبق خوطه حتى وصل لعمار. جلس قدامه ونفخ صدره وقال هاني جلست مع مراتك وتكلمنا، وها هو الدليل بيدي. ومد ليه الوشاح وكأنه كيرمي ليه حجر ثقيل على قلبه. هزو العجب من اللي شاف داك الوشاح قدام عينيه، وتقلب عليه الحال. قلبه تعمر بالحزن، ماشي على خاطر السلعة اللي ضاعت ولا على المال اللي مشى، ولكن على خاطره هو، على الظن اللي بدا كيدور في راسو بأن مراته اللي كان كيفتخر بها وسط الناس بوفاها وإخلاصها يمكن خانت العهد. حس بحال الجبال دارت فوق كتافه، والارض ولات ضيقة عليه وما عاد فيها بلاصة يتنفس. جلس شوية راسو محني وكأنه كيحسب الضربات اللي جاتو وحدة بوحدة، ومن بعد نهض وهو مثقل بالحسرة كيجمع ما بقى من الغراض القليلة. راه ما بقى عنده والو، حتى القماش والزيت والتمر وحتى حبات الشعير ما بقات. كل شي مشى للتاجر وما بقى عنده غير هدومه وهمو اللي كيحمل في صدره. رجع عمار لبلادو، والليل بدا كيسدل ستارو، خطواته تقيلة والرمل بحال الا كيشدو من رجليه للور، حتى وصل قدام الدار. دفع الباب دفعه وحده من الغضب، ما خداش بالو الغبره اللي مغطيه عليه من نهار سافر، علامه بان الباب ما تفتحش من داك الوقت. دخل الدار وهو كيغلي بحال الماء فوق المجمر. لقاتو مراتو صفيه، وقفات باش تسلم عليه بابتسامه صغيره، ولكن هو ما عطاها لا رد ولا سلام، غير فجر عليها الكلام. ما كنتش نتوقع الغدر يجي من اقرب الناس ليا. صفيه اللي تزاد فيها الخوف وبصوت متقطع قالت اش كتقول عمار؟ اش وقع لك؟ مد يدو وخرج الوشاح من الكيس ورماه قدامها. ها هو الدليل، واش تنكري هادشي؟ واش ما عطيتيش بيديك؟ صفية اللي تسمرات عينيها كيدوروا بين الوشاح وراجلها وما فهمت والو. هاد الوشاح كيفاش جا عندك؟ جلس عمار كيحكي ليها على الحكاية اللي وقعت مع التاجر الكحل، وكيفاش تحداه، وكيفاش رجع ليه بالوشاح كحجة باللي قدر ياخد شي حاجة من دارو. ملي سالا كلامو عينين صوفية تلمعات بذكاء وقالت ليه راه داك التاجر خاف يخسر وبدا يخطط باش يحتال، وكيما احتال عليك حتى انا تلعبت بيا واحد الشارفة الله يهديها ويرد بيها. حسان اللي دخلت عليه الامر، وشكون هاد المرأة وكيفاش لعبت بيك؟ صفية اللي خدت نفس طويل وبدات كتحكي له. نهار كنتي غايب جات عند الباب مرا كبيرة في السن، دارت مسكينة وفقيرة، وقالت لي بصوت مكسور انها محتاجة شي حاجة تحطها فوق راسها باش تحميها من الشمس النهار، وانا ما بغيتش نفتح الباب على حسب الوعد اللي عطيتك. خديت الوشاح اللي كنت كنستعمل ورميتو ليها من فوق السطح. زادت وقالت ما عنديش شك هذيك المرأة ما جاتش غير هكا، راه كانت شريكة لداك التاجر، خدا منها الوشاح مقابل المال باش يجيك ويقنعك وياخد منك رزقك. ملي كملات صفية كلامها عمار حس بحال الا الغيمة السوداء اللي كانت حابسة النور على قلبه تفرقات وصدره ولا واسع، وعرف باللي مراتو باقية على عهدها مخلصة ووفية بحال ديما. عمار ملي سمع القصة من فم مرتو صفية قلبه رجع طري ورجع فيه النبض ديال المحبة اللي كان بيناتهم، ما قدرش يحبس دموع الفرح. مشى عندها وحضنها حضن طويل بحال الا كيبغي يعوضها على كل لحظة ألم أو شك. بصوت فيه الندم قال سمحي لي يا صفية، راه الظن الخايب يعمي العين قبل القلب. ابتسمت صفية ابتسامة دافئة، عينيها كيبرقوا بالمحبة والمودة، وردت عليه وقالت الحمد لله اللي رجعتي لي سالم. نخسرو المال ولا السلعة، المهم ما نخسروش بعضياتنا. جلسوا في جنب بعضياتهم
وكلامهم ولا فيه صفاء بعد العاصفة غير ملي سكتوا شوية. عمار بدا كيضغط على سنانو من الغضب وهو كيتفكر التاجر الكحل اللي سلبو كلشي بالحيلة. قال بحزم: هاد المحتل ما يفرحش باللي يدار، خاصنا نلقاو حيلة باش نرجعو سلعتنا ونعريو قدام الناس. صفية اللي هزات راسها موافقة وقالت: غادي نرجعو ليه الضربة أضعاف. بداو كيقلبوا على فكرة، ساعة وهما كيهضروا، مرة هو يقترح ومرة هي تزيد، حتى أخيرا رست الفكرة في راسهم بجوج، خطة محكمة باش يتيحوا التاجر الكحل في شر أعماله. ما ضيعوش بزاف ديال الوقت، جهزوا سافروا بجوج حتى وصلوا لمدينة التاجر، المدينة اللي كانت كبيرة، أسواقها عامرة بالناس والأصوات كتمتزج، البياعين كيصيحوا، البهائم كتجري، وروائح التوابل والجلود كتضرب في الأنوف. أول حاجة داروها مشاو مباشرة للقاضي ديال المدينة، قاضي وقور لابس جبة من الحرير الفاخر وعينيه حادين بحال السيف. وقف قدامه عمار وحكى ليه القصة كاملة من أول تحدي في السوق حتى المؤامرة ديال الوشاح. القاضي اللي شد لحيته وهو كيسمع وما قطعوش حتى سالة، من بعد قال: عجبا، هذه قصة عجيبة، ولكن واش عندكم شي دليل يثبت لي كتقولوه؟ عمار ليز كتافو قال: لا سيدي القاضي، ما عندي حتى شي شاهد، ولكن إلا أذنتي لينا عندنا حيلة تكشف لك الحقيقة وتبين لك معدن هاد التاجر. القاضي ملي سمع كلام عمار حك دقنو قال: إذا كانت هاد الحيلة غادي تعاون باش نكشفوا الحقيقة فلا بأس، ولكن خبرني يا عمار، شنو ناوي دير بالضبط؟ عمار اللي تنفس بعمق وعيونه كيبرقوا بدهاء وقال: الفكرة بسيطة سيد القاضي، غادي نكري جارية من السوق وغادي ندعي قدام التاجر أنها مراتي صفية. إلا كان هاد التاجر صادق في ادعائه غادي يتعرف عليها فورا، وإلا كان كاذب غادي يبان أمره وما يعرفهاش. القاضي اللي ابتسم ابتسامة خفيفة وهز راسو موافق. هادي حيلة ذكية وفيها برهان ما يخليش للشك طريق. خرج عمار من عند القاضي مباشرة ومشى للدار وجاب معاه شوية من حلي صوفيا، أساور من الفضة وخواتم مرصعة وشحم ملون. هاد الزينة كانت باش يعطيها للجارية اللي غادي تمثل دور مراته حتى يكتمل المشهد ويبان الأمر واقعي قدام التاجر. شد الطريق نحو سوق العابد، السوق اللي كان كيعجب الناس والأصوات، والجو في خليط ديال رائحة العطور الشرقية مع غبار الطريق. كان التجار كيصيحوا كل واحد كيمدح السلعة ديالو، وكان عمار كيتأمل الجو حتى وقعت عينيه على جارية فرعان شبابها، بيضة البشرة وشعرها أسود وطويل وعينيها كبار كيلمعوا بحال الليل. قرب منها وسول التاجر اللي كيعرضها للبيع: بشحال هاد الجارية؟ قال ليه التاجر الثمن، وعمار ما كانش جاي يشري، كان جاي غيكري. فشرح ليه الأمر بسرية وعرض عليه أجر محترم مقابل يوم واحد من الخدمة. إيوا الجارية من اللي سمعت الخطة وافقات، خصوصا بعد ما حست أن الأمر فيه مغامرة غريبة. أعطاها عمار الحلي والوشاح وقال لها: غادي تمشي معايا للقاضي وتبقي ساكتة إلى سولك القاضي وتدعي قدام التاجر الكحل باللي راكي مراتي صفية. هي هزت راسها موافقة وابتسامة صغيرة على فمها كتشير أنها متحمسة تشوف النتيجة. رجع عمار بها عند القاضي والخطة كانت كتغلي في دماغه بحال الجمر تحت الرماد. وقف عمار والجارية قدام القاضي، بينما صفية زوجة عمار بقات متوارية على الأنظار في غرفة جانبية باش ما يشوفهاش ويعرف أن الأمر فخ. القاضي اللي جلس على منصة عالية وعصاه الخشبية بيدو، والناس في القاعة كيتهامسوا بفضول كيستناو يشوفوا شنو غادي يوقع. شير القاضي الحاجب وقال: جيبوا لي التاجر الكحل حالا. أمر القاضي بإحضار التاجر الكحل واللي هو كان واقف على الباب، وتحمل الموقف برود حيث كان متعود على المواجهات. ملي دخل
القاضي لمحل عمار والجارية وقال: ها هما هاد الزوجان كيقولوا باللي سرقتي منهم وتلاعبتي في تجارتهم وخليتي عمار يخسر كل ما عنده باش تربح انت. رد التاجر بثقة زائدة وقال: لا سيد القاضي، ما كانش هناك اي خداع، هادشي كان غير رهان وانا ربحته وهو خسر. الجارية اللي كانت غير ساكتة، ولكن شافت التاجر الكحل بنظرة ما فيها لا خوف ولا تردد، وقالت بصوت واضح: لا أسيدي، أنت راك كتكذب. ابتسم التاجر وقال لها: انتي اللي كتكذبي، راكي عارفه مزيان انني جلست معك واتفقنا على الامور وحتى جبت الوشاح ديالك لراجلك كدليل على صدقي. القاضي اللي شاف التاجر بنظرة شديدة وقال ليه: انت اللي كتكذب هاد اللائم. اراه عمار وصفية عاودوا لي كلشي على قصتك مع العجوز الخبيثة اللي عاونتك بمكرها وجابت لك الوشاح ديال الزوجة المسكينة باش تغدر بيها. سكت التاجر الكحل لحظة وبدا كيتردد وقال: وكيفاش يا سيدي القاضي تقدر تصدق كلامهم؟ قال لي القاضي بكل ثقة: حيت اللي واقفة قدامك ماشي مرات عمار، بل هي جارية استأجروها باش تكشف مكرك وخداعك. ولو كنت فعلا صادق ما كنتيش تخدعتي بالجارية، لكن عرفتي أن هذه ماشي صفية. تبدل وجه التاجر الأسود وطيح راسه قدام الجميع وبدا كيعترف بكل شيء على مضض بلا ما يبقى ليه من مخرج. بعد الاعتراف أمر القاضي بمصادرة كل بضائع التاجر الكحل وتعويض عمار بها كاملة، وأمر بإرجاع الحق لصحابه. من بعد ما خسر التاجر الكحل الرهان قدام عمار ومراته، رجع للسوق وهو كيتعالى بالصراخ وقال بصوت عالي: خسرت كل شي راح مني. ولكن التجار اللي في السوق ما بقاوش غير كيضحكوا عليه. تنقلت الناس الخبار في كل سوق وفي كل بقعة وقالوا عليه تاجر اللي خان وغدر. أما عمار وصفية ما بقاوش ساكتين، بداو كيقلبوا على الناس اللي خدعهم، وقفوا معاهم وباشروا يرجعوا لهم بضائعهم المسلوبة. وبفضل ذكاء عمار وحكمة صفية قدروا يسترجعوا كل شيء. ومن بعد ما استرجعوا كل ممتلكاتهم وبضائعهم رجعوا للبلاد ديالهم والفرحة عمات قلوبهم. وعمار تعلم في داك الوقت درس كبير: الوفاء ماشي شي حاجة كتشرى بالفلوس، والمرأة اللي فيها الخير والوفاء هي الكنز اللي ما كتقدر بثمن. وعاشوا في سعادة وهناء، والتجارة ديال عمار رجعت كتزدهر وتكبر، وسمعة صفية اللي معروفة بالوفاء والذكاء ولات حديث كل قبيلة، والناس بقاو كيحكيو عليها وكيذكروا قصتها جيل بعد جيل باش يكون عبرة لكل من يفتكر أن الغدر والخيانة كيساعدوا على الربح. وهنا يا سيادي نكونوا كملنا الحكاية وخليتكم في أمان الله.